الصناعه ديال جهه الرباط التنقل والإطار. اليوم كانت عندنا الدوره ديال اليونيو، واحد العدد ديال النقاط اللي راكم حضرتوا ليها كصحافه وتناقشت كلها وتناقشت بشكل مستفيض. كان واحد التشنج في الاول، وكان واحد التشويش للدوره. اتخذ قرار انه يتفرض العضو اللي كان يدير التشويش، ولكن زائد التشويش انه عنده واحد العدد ديال المشاكل مع الاعضاء، انه نعتهم بالعبيد، نعتهم بالرشاويه، نعتهم بواحد العدد ديال الامور قدحيه. وتيزيد على ذلك انه التسجيلات عندنا الصوتيه ديالو، عندنا لي زوديو ديالو، واستغل الفضاء ديال الواتساب والفضاء ديال الفيسبوك باش يزيد في الطين بله. بل تيذكر على انه من طنجه للقويره الاعضاء ديال الغرف كلهم مرتشين وكلهم عبيد. احنا ماشي عبيد، احنا ناس حرين تحت الرعايه الساميه ديال صاحب الجلاله، وحنا صناع تقليديين محترمين وما تنشدو رشوه من حد، ما كنعطيو رشوه لحد، وحنا هنا في خدمه البلاد ديالنا، وحنا غادي نتابعوه قضائيا بعد ما خديت من عند الدوره الاذن باش ترفع دعوى قضائيه ضد هذا الشخص هذا. السيد الرئيس على ذكر الرشوه صرح لنا يعني الشخص المطرود من الثوره انه يعني عرضتي عليه 60,000 درهم كرشوه. عرضت عليه امتى؟ مدينه تيفت. في مدينه تيفت. عرضت عليه 60,000 درهم رشوه. علاش عرضت 60,000 درهم؟ هو عطيني السبب، ياك هو اللي عرضت عليه. علاش عرضت عليه 60,000؟ علاش؟ السلام عليكم اجا فلان غنعطيك 60,000 درهم، يلاه علاش؟ باش نشطب به الارض اللي درت لي اليوم. ما فهمتش. سيد الرئيس انا كنسمع الطبا كيفاش خلاها غامضه، ما قالش لينا علاش. وقال 60,000 درهم. قالها حنا عندي تصريح نوريه. لا راه التصريح راه شدو، راه هو عندي، راه هو لاحو في فيسبوك، وراه غادي نزيدو على دوك التحميلات اللي التسجيلات وندير القضاء. نعم سيد الرئيس، الجلسه ديال اليوم دوره جلسه ماراثونيه كانت مناسبه للاعضاء ديال الجمعيه العموميه من اجل اطلاعهم على تكوين الافارقه 7 ديال الدول اللي جات شاركات. هي 10 دول ماشي 7. نعم. كتعرفوا بان افريقيا هي الانشطه ديالها ولا كل ما نقوم به في الدول الافريقيه هو مسائل سياديه نظرا لما يوليه صاحب الجلاله لهذه القاره هذه، وبالتالي كيخصنا شويه نحترموا هاد المشاريع وهاد الانشطه اللي كنديروها في افريقيا. حظينا بشرف تنظيم دوره تكوين لصالح الصناع التقليديين المنضوين تحت التنسيقيه الوزاريه للدفاع عن حقوق الصناع التقليديه الافارقه. الحمد لله، وراه اليوم ان شاء الله اخر يوم في التكوين ان شاء الله، ودازت الامور بخير. ونشكروا بزاف صاحب الجلاله، ونشكروا بزاف المكونين، نشكروا كذلك الغرفه اللي قامت بهذه العمليه ديال التكوين. الحمد لله الامور دازت بخير وعلى خير. عندنا كذلك مهرجان القفطان المغربي في نيروبي عاصمه كينيا، احنا خدامين كنوجدوا ليه ان شاء الله، وهذا كيزيد يقوي العلاقات ديالنا المغربيه الكينيه. وكذلك المعرض اللي دار في ابوجا اللي سبق هضرنا عليه اللي تا هو قوى العلاقات ديالنا مع هذيك الدوله النيجيريه. كذلك عندنا معرض ان شاء الله غادي نكونوا ضيف شرف عند دوله الكاميرون ان شاء الله العام الجاي. كذلك عندنا بوركينا فاسو عندنا معاهم شراكه في عدد ديال المجالات. المهم الغرفه غاديه في الاتجاه ديال صاحب الجلاله ان شاء الله، نسال الله، وغنمشيو دائما في الاتجاه وحتى واحد ما غيحبسنا وحتى واحد ما غادي يردنا على هذا الشيء. القضيه الوطنيه شنو الدور اللي كتلعبوا؟ القضيه الوطنيه ملي كنقول لك راه حنا كنقوموا بواحد العدد ديال الانشطه في افريقيا. هذا راه داخل في هذا الاطار هذا باش نزيدوا نبينوا ان بلادنا راه غاديه فاش باش نعاونوا الافارقه خوتنا، نعاونوهم بداكشي اللي عرفنا حنا شنو هو، نكونوهم في الصناعه التقليديه، نكونوهم في عدد المجالات اللي من اختصاص الغرفه، وهذا كيعاوننا في الدبلوماسيه الموازيه. مع كامل الاسف بعض الاصوات النشاز وبعض الاعضاء سامحهم الله، واحد تيقول لك هذا الشيء ديال افريقيا قبله هو غير على مضض، واحد قال لك احنا مسيرين باش نسميها، كل واحد املاءات هادو غير املاءات كيداروا. انا ما فهمتش هاد اللغه هادي من تيجيبوها كيف لاش يلمحوا.
الوغ عندنا اعداء الوطن اللي خصنا نجاوبوهم. فاذا بينا عندنا وحدين تيهضروا بنفس اللغه ديال اعداء الوطن، فاليوم رئيس الغرفه تنقول لها المنابر غادي يوقف بالمرصاد الكل من خولت له نفسه المساس بالوحده الترابيه وبمساس بكل ما تقوم به الغرفه تباعا للسياسه الملكيه التي تقول ان افريقيا خط احمر. السلام عليكم.